السلام عليكم اخواتي الكريمات، صباح بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طاجين ديال السمك الابيض. وانا كنوجد لكم، غنقول لكم المقادير بلا ما نبقى نقول لكم المقادير اللي كاينين، وانا كنوجد وانتم غادي تشوفوا اشنو وجدت على بركه الله. المهم اول حاجه غادي نديروا الشرموله ديالنا في هذا لوبول. الشرموله ديالنا اللي كتكون من القزبر ومعدنوس، دائما نديروا القزبر ومعدنوس. القياس واخواتي غادي نديروا المطيشه المعلبه او المطيشه ديال الحك، تقريبا واحد معلقه كبيره بهذا القياس هذا. اكيد وضروري غادي ندير شويه ديال الهريسه، انا دائما كندير شويه ديال الهريسه، حاولوا ديروها كتعطي نسمه ومذاق زوين. غنديروا الملحه القياس الكافي اللي غادي يكفينا في الخضره ومع الحوت. غنضيفوا البابريكا او التحميره او الفلفل الحلو القياس اللي غيكفينا كذلك. غنضيف الخرقوم البلدي، كنتمنى ان يكون كلشي واضح. غنضيف الابزار الابيض، وغنضيف اخواتي شويه ديال الماء باش نطلق هاد الشرموله هذه. نحاول نخلط المقادير ديالي او الشرموله ديالي. اليوم اخواتي غادي نخرج انا ومول الدار، ما بغيتش نخلي الدراري بلا عشاء، قلت حتى نوجد ليهم عشاتهم عاد نخرج. واخا دابا راه عندنا 4 الا ربع ديال العشيه. المهم اخواتي ملي وجدت معنا الشرموله ديالنا غنحاول ندير السمك ديالنا. هذا السمك الابيض ما عرفتش شنو كتسميوه، حنا كنسميوه البيرسيكو، هذا هو البيرسيكو. غنحاول نديرو في الشرموله. نخلطو في الشرموله ونخليه اخواتي في هاد الشرموله هذه بيد مال. نوجد بيد ما نوجد الخضر ديالنا. اخواتي في الطاجين هذا كنظن بان كلشي واضح، طاجين باين. نتمنى اخواتي كما عودتكم كندير القاعده ديال الطاجين. القاعده ديال الطاجين اللي كتكون من بصله دوائر بهذا الشكل هذا. هانتوما خليكم معايا. هذه هي القاعده. كندير فيها، خصني ندير الثومه، كندير فيها البصله، كندير فيها الخيزو بهذا الشكل هذا. هذه هي القاعده اللي تخلي لينا الطاجين ما يتحرقش. بالنسبه للشرموله نسيت ما درتش معكم الثومه، انا نديرها دابا. نحكها بهذه الطريقه هذه او طحنوها. بالنسبه للطاجين غنشد واحد المطيشه وغادي نديرها من الفوق. مطيشه وحده نديرها من التحت ومطيشه اخرى غنديرها من الفوق. بهذه الطريقه هذه حيت كتطلق لينا المرق،
حيت الطاجين ما غنديروش ليه الماء، غنديروا ليه فقط واحد قليل جدا. غادي ندير هذا الليمون، كنحيد له القشره. الليمون ما كنخليهش بالقشره ديالو، كنحيد له القشره وكنحيد له البذور، وكندير شي وحدين لتحت هكايا، والاخرين غنديرهم من الفوق نزوق بهم. ورق سيدنا موسى غندير وحده لتحت، وهادو غنخليهم الفوق بهذا الشكل هذا. المهم الحوت ديالنا نخلطوا مع هذيك الثومه، وغادي نجيبوا طبق ونحاولوا نحيدوا فيه، نديروا فيه، ونجيبوا طبق نحاولوا نديروا فيه هذا الحوت هذا على وداش. هاد الشرموله اللي غتبقى لينا هي اللي غادي ندير فيها الخضر. اخواتي هذا الحوت هذا نحاولوا نديروا في الطبق بهذا الشكل هذا، وغنحطو جانبا. غنشد البطاطا وغادي نحاول نخلطها في الشرموله. اخواتي غادي نخدم بيديا لان المراه المغربيه هي اللي كتخدم بيديها، وغنضيف عليها الفلفله باش يتخلط كلشي بهذا الشكل هذا. نخلطوا الخضر ديالنا كاملين، نخليو الخضره انها تلبس لينا بديك الشرموله، لان هاد القضيه هذه اخواتي حاولوا ديروها على وداش الخضره كتجي بنينه، كتجي لاصقه فيها لقامه. يعني من الاحسن ما تضيفوش الخضره وهي هكاك بيضاء ما فيها لا لقامه لا والو. بحال مثلا هاد الشكل هذا، هاد الشكل هذا حيت القاعده خليته بحال هكايا حيت غيكون لتحت. بهذا الشكل هذا، وغنحاول نصب هاد الخضره فوق الخضر اللي كاينه اللي درناها كقاعده بهذا الشكل هذا. كتجي بهذا الشكل اخواتي، كيجي كلشي فيه لقامه. ومن بعد غادي نضيفوا السمك ديالنا الفوق. انا دائما السمك كنخليه الفوق باش كيبقى محافظ على الحجم ديالو، يعني ما كيخسرش الحجم ديالو، وكيجي باين المنظر زوين. حتى في الحطه ديال الطاجين كيبان انيق، ماشي هو لتحت والخضره الفوق وما كيبانش. اخواتي من بعد ما حطيت الحوت فوق الخضر، هاد المطيشه اللي بقات غنحاول حتى هي نلبسها بهاد الخضره اللي بقات في القعر ديال البول، كذلك مع هاد الحامض اللي بقى غنديرو حتى هو في هاد، ونحاول باش هاد القامه اللي بقات ما تضيعش انني نخلطها مع هاد ما تبقى من الخضر بهذا الشكل بحال هكايا. من بعد اخواتي غنشد هاد المطيشه هذه وغادي نحاول نقادها في الطاجين ديالنا بالطريقه هذه. اخواتي هاد الطاجين هذا كيجي رائع، صدقوني اخواتي كيجي المذاق ديالو هائل. هاد نحاولوا نديروها بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نديرو الحامض فوق الحوت باش كيجي رائع وكيجي المنظر جميل. وهاد اللقامه اللي بقات ما غنضيعوهاش، غادي نديرو فيها واحد الجغيمه ديال الماء ونحاولوا نديروها في الجانب ديال الطاجين. اخواتي غادي نحاولوا نضيفوا القليل فقط من الماء اللي غيطيب فيه الطاجين، وهو هذا هو الماء اللي غادي يطيب فيه الطاجين. نحاولوا ونضيفوه من الجانب بالطريقه هذه. من بعد اخواتي مني سالينا الطاجين ديالنا ووجدناه، غادي ناخذوا زيت الزيتون. دائما اخواتي زيت الزيتون، لان الطاجين مع زيت الزيتون كيجي كيهبل، كنضيفوه بالطريقه هذه القياس اللي غادي يطيب فيه. واخواتي الكريمات هذا هو الطاجين ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم.
اوراقكم اخواتي الكريمات. ان شاء الله غادي نضيفو فوق البوطه، ومني غادي يوجد معنا غنوريكم النهايه كيفاش جا. اخواتي الكريمات، وهذا هو الطاجين من بعد ما سال الطهي ديالو، جا على هذا الشكل. كنتمنى انه يعجبكم ويرقكم. جا رائع المنظر ديالو، باين لذيذ. المريقه جات عاقده وخاتره قليله بزاف. جا كلشي طايب، كلشي زبده، لا البطاطا ولا الفلفله ولا الحوت. فعلا طاجين يستحق التجربه. اخواتي الكريمات، كنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنتمنى هذا الطاجين يعجبكم ويرقكم. الى فيديو قادم بحول الله مع وصفه جديده في قناه باب الجنه، وشكرا لكم جزيلا.